يا بنات، ده الباذنجان اللي احنا عاملينه. بصوا قد ايه صغنن وحلو ازاي. انا بحب الصغير ده، مبحبش الكبير. بس بعد ما بتقوريه وتخلصيه وتنضفيه وتخلصي فيه كل حاجه وتظبطيه، هتيجي بقى تغسليه. هتعملي بايه عشان تضيعي المرار اللي موجود في الباذنجان وتخلي طعمه حلو معاكي بعد ما تسويه؟ هتعملي ايه؟ هتحطيه في ميه وملح، ميه وملح، شويه ملح، مكتريش ملح. احنا نحطها في ميه وملح. ليه بقى؟ تخلي البتنجان معاكي ينزل كل المرار في الميه ديت. يبقى تنقعيه في ميه وملح لمده نص ساعه وتسيبيه، وبعد كده تغسليه حلو غسله حلوه عشان ميبقاش مملح معاكي من جوه، وبعد كده تحشيه. هتاكلي احلى بتنجان. من غير الطريقه ديت هتبقى البتنجان معاكي مر ومش حلو. قلبي بس الميه دي حلو عشان الملح لسه هنا، ويبقى حلو معاكي قوي. جربي الطريقه دي هتعجبك، ومش هتلاقي بصي البتنجان مر معاكي نهائي.